السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفيديو ده بعد فترة كبيرة جدا من التوقف. الصورة زي ما احنا شايفين كويسة. انا بوريك الصورة بعد ما خلصت العطل ده بالنسبة لي سهل جدا. في فنانين كتير بيتوه فيه وبيصرف جامد وموصلش الحل. العيب ده كان في دايرة الفيرت، هيغير مكثفات المية وهيغير الاي سي بتاع الفيرت، وبرضه هيلاقي نفس النتيجة اللي هوريها لكم في الفيديو. طبعا الجهاز ده توشيبا، زي ما احنا فاهمين وعارفين نظام التوشيبا القديم زي ما احنا شايفين اهو. هوريك العيب اللي كان فيه ايه وطلع ازاي. خليكم معانا وان شاء الله افيدكم، مع العلم ان انا يعني مقصر في القناه بسبب ان التفاعل وحش ومفيش حاجه تشجعك او ناتج يشجعك انك تتعب او تطلع معلومات بره. بس يعني الواحد بيهدى شويه ويرجع يخرج ايه على قد ما يقدر. فربنا يجعله خير لينا وليكم ونقدر نفيد بعض. خليكم معانا في الفيديو يا جماعه. رجعنا يا جماعه تاني زي ما قلت في اول الفيديو. ده العيب اللي معانا، شايفين الصوره قد ايه؟ حوالي 3 سم في الشاشه، وفوق اسود وتحت اسود احنا شايفين، واللوجو معانا باين اهو. ودي البورده من الخلف. يعني اعذروني، انا هديك العطل مباشر ومش هقيس بلطات ولا هوجع في قلبي على الفاضي. انا هديك العيب على طول في مكانه، وانت بعد كده ايه اشتغله. عايز تتفاعل مع قناه تفاعل، مش عايز برضه لك غسيل السكر، خد المعلومه وامشي. المهم ان انا في الاخر بنشر حاجه لعل وعسى تفيدني. خلاص الاول ده الفيرت بتاعتي اهي. اصل الفيرت سليمه باللي حواليها سليم. حد كان قالب ده كان بيجرب في الجهاز ومعرفش يوصل للعيب سليم. المهم العيب مش هنا خالص، العيب هنا من منبع النبض تحت. المكثف اللي هو سي 301 ده 2.2 50 فولت. المكثف ده هو السبب في الصورة دي اهو. اركب مكانه. المكثف ده ثواني نوضح الرقم مع بعض فين. نعم 2.2 ميكرو 50 فولت. 2.2 مايكرو فراد 50 فولت. هركبه وارجع اوريك الصورة، خليك معايا. ده يا جماعة اهو مكثف 2.2 مايكرو فراد 50 فولت. اركب في البوردة على سي 301 زي ما احنا شايفين الصورة ما شاء الله. العيب راح والصورة مفتوحة عليها. طبعا انا مشغل سيريا فالسيريا بتختلف شوية، لكن العيب بتاعي راح والصورة فردت معايا وعيب الفيرت انتهى. وبكده اقدر اكون وصلت المعلومة بتاعتي بأبسط الطرق، ويا رب نستفاد ونفيد بعض، وإن شاء الله ربنا يكرمنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.